عشان تعملي بزنس ناجح محتاجه تبقي في حاله مختلفه. الحالة دي بتقول ان انا شخص بطبيعتي مدرك لكل حاجة بتحصل حواليا. فالناس عشان توصل لبزنس ناجح محتاجة في الاصل تبقى مدركة. يعني ايه مدركة؟ يعني انا مدرك ايه الاحداث اللي حصلت في حياتي قبل كده، ودي معناها ايه وتمثل لي ايه وبالنسبة لي ايه وحصلت ليه. عشان ابقى مدرك محتاج ابقى فاهم طبيعة الناس، محتاج ابقى فاهم الناس بتتعامل بشخصيات ايه، محتاج ابقى فاهم واقرا المشهد. علشان ابقى مدرك محتاج ابقى عارف يعني ايه بوصله، يعني ايه وجهه، يعني ايه البيزنس ده رايح فين، يعني ايه البيزنس ده بيمثل ايه للعميل، يعني ايه البيزنس ده بيدي ايه للعميل غير الخدمه والمنتج، بيديله سعاده، بيديله بهجه، بيديله راحه، بيديله وفره، بيديله ايه. علشان ادرك محتاج ان انا افهم طبيعه العميل ده اشترى ليه وما اشتراش ليه. مش بس انا واقف بقول لا ده ما عجبوش الاوفر، لا ده السعر غالي، لا ده مش عارف ايه. طب هو السعر غالي، طب هو ما اتصرفش ليه؟ طب ما احنا في اوقات بنبقى في حاجات غاليه علينا وبنروح نتصرف، نستلف، نبيع حاجه، نعمل حاجه، هو ما عملش كده ليه؟ فانت محتاج تفهم طبيعه العميل، فانت محتاج اصلا تبقى مدرك. فعشان تعمل بزنس ناجح محتاج تبقى مدرك، محتاج تبقى مدرك لما انا اخد فلوس من حد او مستثمر من حد اتعامل معاه ازاي. محتاج ابقى مدرك انا لما اقول كلمه لعميل او اقول كلمه عموما في حياتي ان انا احاول التزم بيها. محتاج ابقى مدرك يعني ايه تسعير، والسعر ده ازاي يبقى مقابل قيمه، والسعر ده ازاي يبقى قيمته 10 اضعاف السعر اللي موجود فالعميل يشتري بسهوله. محتاج ابقى مدرك ان يعني ايه تجاره اصلا، ويعني ايه بيزنس، ويعني ايه ان المنتج او الخدمه دي مش بتاعتي. فتلاقي ان حد بيعرض منتجاته وخدماته لكن هو اصلا في الاصل مش عايز يبيعها، فالمحرك اصلا بتاع البيزنس غلط. فانا محتاج افهم يعني ايه مدرك، فمحتاج افهم يعني ايه محرك. انا ايه اللي بيحركني في البيزنس؟ اللي بيحركني في البيزنس ان انا خايف، اللي بيحركني في البيزنس ان انا عايز فلوس كتير. كل المحركات السلبيه مش هتؤدي الى بيزنس ناجح. فانا محتاج ابقى مدرك. فالادراك اصلا هو ده اللي هيوصل لبيزنس ناجح. لكن عدم الادراك ومجرد ان انا بعمل بيزنس شبه بيزنس موجود، بعمل بيزنس ده بيتاجر في العربيات فانا هتاجر في العربيات فالمفروض هنجح، ده بيعمل مطعم فانا هعمل مطعم فالمفروض هنجح، ده بيعمل موبايل ابلكيشن فانا بعمل موبايل ابلكيشن فالمفروض هنجح، ده تهريج. ادراكك لكل اللي احنا قلناه ده هو ده اللي يؤدي لنجاح البيزنس. لكن لو انت فاكر انك علشان بتعمل كوبي بيست هتنجح، لا طبعا، ده نظره سطحيه جدا لنجاح البيزنس اصلا. لكن عشان البيزنس بتاعك ينجح محتاج تبقى ادراكك عالي جدا وبيزيد مع الوقت.